السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم يوميات بشرى ياسمين. كنتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. والفيديو ديال اليوم افضل المقترح ديال اليوم طاجين كيجي رائع البنات، والاهم انه سهل ولذيذ ودغيا كيوجد يعني في رمشه عين هانتي وجدتي طبق غني بمكونات فقط من البيت ديالك. لهذا كنحتاجوا لهذه الوصفه. كما كتشوفوا عندي هنا درت انا 3 الحبات نتاع البطاطس، قطعتهم قطع مكعبات اولا مربعات هكذا، وقليتهم وخليتهم على جنب. هنا في واحد الطاجين درت واحد الحبه كبيره نتاع البصله اللي قطع صغيره وشحرتها مزيان حتى دبلت. ضفت عليها 2 حبات نتاع الطماطم متوسطين كذلك، ودرت شويه ديال الملحه وحركت مزيان وغطيت عليهم حتى طابوا. من بعد ما طابت غادي نضيف كذلك واحد الحبه ديال الفلفله، تقدروا ديروها حلوه حره اللي يعجبكم. انا هنا درتها شويه حره صافي، وغادي نغطي عليها حتى كطيب وتشحر مزيان. هنا نتوما كتشوفوا من بعد ما طابت لي داك الفلفله ضروري واخا نغطيو مره نبقاو نحركوها البنات باش ما يلصقناش الطاجين ديالنا. صافي هنا غادي نضيف شويه ديال السكينجبير والبزار، وكنضيف كذلك شويه ديال الكمون وشويه ديال البودره ديال الثوم. كذلك غادي نستعمل معلقه صغيره ديال التحميره، وكنضيف واحد نص كاس ديال الماء. ضفت 4 كاس في الاول وربع كاس في التالي. هنا من بعد ما طابت لي داك البطاطا حتى هي خلطتها مع هذا الخليط ديال المطيشه والفلفله والبصله، وبديت كنحرك البنات هكذا بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. ثم غادي نبدا كنرصي في البطاطا نتاعي اولا نساوي السطح ديالها كيف ما كتشوفوا باش غادي نوضع البيض عليها. صافي من بعد ما ساوينا السطح ديالها غادي نجيبو البيض نديروه. يعني هاد الوصفه صراحه كتجي لذيذه البنات، كنتمنى انكم تجربوها والله الا كتجي فنه كاع. انا صراحه من احسن الوصفات اللي عندي واللي جربت. هنا غادي نبقى نضيف البيض كيف ما كتشوفوا. البيض غادي ندير انا 3 ديال الحبات، تقدروا ديروا اكثر من 3 ديال الحبات، وغادي نديرهم بهذا الشكل هكذا متفرق، وغادي نخلي داك الصفار يكون هكذاك يعني يبقى هكذاك صحيح. وداك البياض غادي نفرقوه بهذه الطريقه كما تشوفوا. غادي نجيب الفرماج وغادي نبدا كندير في الفرماج ما بين داك البيض بهذه الطريقه هذه. غادي نوزعو، غادي نخلي فقط داك الصفار اللي كيبقى كيبان. الفرماج كيبقى على حسب كل واحد شنو عنده، الموتزاريلا الفرماج الحمر اللي عندك ديريه، اولا شرائح حتى هو ديال الساندويتشات حتى هو يصلح. ما كانش عندك جيبي فقط 3 ديال الفرماجات وديري معاهم واحد البيضه وخلطيهم مزيان وكبيهم من الفوق. صافي هنا غادي نغطي عليهم الطاجين ديالي وغادي نخليهم حتى كيطيبوا كما كتشوفوا، وغادي ندير عليهم واحد شويه ديال المعدنوس من الفوق كيعطي واحد المذاق والمنظر بطبيعه الحال. وهكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. هذا هو الطاجين ديالنا كيجي لذيذ ومعلك البنات، كنتمنى انكم تجربوه. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك بزاف بنات جيم. واللي اول مره كيدخل القناه مرحبا والف مرحبا، فعلوا زر الجرس وشاركوا بارطاجيو بزاف البنات مع الاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع. والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.